السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم زي الفل إن شاء الله، يا رب تكونوا كلكم بخير. هجاوب على سؤال جالي وبيجيلي كتير قوي قوي. هي كندا مستاهلة؟ هي مستاهلة إن الواحد يقدم أصلا ويسافر؟ كنت فاكرة نفسي مش هعرف أجاوب على السؤال دوت يعني، أو كتير قلت انه وجهة نظري انا والمناسب لي انا هيكون غير مناسب لغيري، بس عايزه فعلا اخد وقتي النهارده واجاوب لكم على السؤال دوت. هل كندا مستاهله ان الواحد اصلا يتعب او يقدم او يعمل كل المطلوب دوت علشان يسافر لها؟ تستحق يعني. بس نتفق انه انا مش من اعداء النجاح، فلما انا اقول لا وفر على نفسك المجهود او ما تجيش، مش غرضي لا سمح الله ان انا يعني اكسر مقاديف الناس او ان انا عايشه في عيشه كويسه وناجحه فكارهه دوت لغيري. بالعكس والله، ده انا اول ما جيت كندا في خلال اول 3-4 شهور، اختي كانت هنا من قبلي يعني هي وزوجها، وبعدين جيت انا وزوجي. وكنت اشتغلت بقى اول شغل وغيرته كمان، نقلت على شغل بعديه في اقل من شهرين. وقلت لها انا مش قادره اتحمل يعني قد ايه الناس هنا مخهم على قدهم فعلا. يعني قلت لها اغبياء الحقيقه، يعني استعملت كلمه اغبياء. نفسي ان اجيب الناس اللي في مصر يعيشوا هم في كندا بالامكانيات ديت وما شاء الله بعقلهم وبذكائهم، وودي الناس الاغبياء دولت للبلد اللي ايه، اللي يعني مظلومه شويه في الامكانيات يعني، والعيشه فيها صعبه شويه لناس كتير قوي يعني. فانا يعني مدركه البريفليج اللي انا فيه، يعني ان انا اقول لا حد يجي او حد ما يجيش، بس والله مش غرضي ان انا اكسر مقاديف حد او ان انا من اعداء النجاح او اكره النجاح لغيري. بالعكس تماما تماما والله، يعني دي نصيحه من قلبي. وما تنسوش دي وجهه نظري، تاخد بيها تاخد، ما تاخدش بيها طبعا ما تاخدش بيها. انا واحده طالعه بتكلم وكل واحد حر يسمع ايه وما يسمعش ايه مني. اقول لكم الاول مين اللي انا ما انصحوش ان هو يجي هنا دلوقتي تحديدا. خلي بالكم الكلام كان غير كده من 10 من 15 سنه فاتوا. اي حد كان عايز يسافر انا اشجع جدا جدا جدا. دلوقتي بحكم الغلاء، بحكم الانفليشن اللي في العالم كله يا جماعه، بحكم ان مفيش حد مرتباته بتزيد في اي حته في العالم، المرتب هو بس الدنيا عماله تغلى تغلى. في كندا عندهم مشكله جامده جدا في البيوت دلوقتي، في غلاء البيوت وغلاء الانترست ريت وغلاء الايجارات، ودي اكتر اكسبنس بالنسبه لاي حد. يعني بتلاقي يعني اكتر من نص مرتبك رايح بس على الايجار، على شقه هتقعد فيها فاضيه او بيت هتقعد فيه، يعني قصدي الحيطان بس، يعني من غير عفش ومن غير اكل شرب فواتير، من غير الكلام ده. فدي اكسبنس غالي جدا. فاي حد لسه بيفكر في السفر انا ما انصحوش يجي هنا. هو الشخص اللي مرتاح في بلده، لو انت ناجح وعندك بوزيشن وعندك دخل ما يكفيك ويكفي اسرتك وعايش عيشه كريمه، ما تهدش كل دوت علشان حلم سفر او حلم باسبور ليك. بالذات الناس اللي اولادهم كبروا اوريدي. يعني في رايي ما تجيش هنا على كبر سنك وبعد البوزيشن بتاعك وتعبك وشقك في الدنيا ده كله تيجي تتبهدل من اول وجديد. انا بشوف ناس اكبر مني في السن وفي الخمسينات وفي الستينات من عمرهم والله بيجوا هنا يتبهدلوا، بيبقوا ناس بشهادات ومراكز في بلادهم و بيشتغلوا حاجات محترمه جدا 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 ولهم يعني مكانتهم في المجتمع، بيجوا هنا يشتغلوا عاملين بيبقوا متبهدلين. يعني الواحد لما بيوصل للخمسينات والستينات من عمره مش عايز يتبهدل البهدله ديت يعني. فدي الناس اللي انا اقول لها فعلا مش مستاهله ان انت تهد كل دوت وتيجي هنا. بس ديت اللي عايزه اقول، ده الشخص الوحيد اللي انا ممكن اقول له ما تجيش هنا. يعني في ناس منهم عايشين جالي كذا ايميل ومسجز برضو في الكومنتس، يعني انه ناس عايشين في الخليج العربي. يعني انا عارفه ان الخليج برضو كمان ما بقاش زي الاول وبيمشوا ناس، والمصريين كتير منهم بيفتقدوا شغلهم هناك. بس لو انت عايش هناك واسرتك عايشه عيشه كريمه، انت مش هتعيش زي ديت هنا. يعني انت لو جيت هنا، اولا التاكسز اللي هياخدوها منك على مرتبك حاجه مش موجوده اصلا في الخليج يعني. فما انصحش الناس ديت ان هي تسيب المركز بتاعها والعيشه الكريمه بتاعتها والدخل المحترم وتيجي هنا تتبهدل. يعني ما خليك احسن في المكان اللي انت فيه، انسب لك لو انت وصلت. نتكلم بقى، هل هي مستاهله؟ في نظري ايوه مستاهله. نمبر 1 مستاهله لاي حد لسه عايز يدرس. حتى لو انت كبير ومتخرج وطموحك لسه ان انت مثلا مش مبسوط في وظيفتك، مش مبسوط في مركزك، مش مبسوط في ما تعمل. يعني الانسان لو عايش حياته كده وهو بيروح الشغل ويجي من الشغل ومش مبسوط، ما فيش فولفيلمنت، يعني ما فيش مش عارفه الكلمه بالعربي، للفولفيلمنت ساتسفاكشن كده منك نفسك راضي. يعني ان انت بتروح، احنا مش مكن، احنا هتستحمل سنه، هتستحمل سنتين، هتستحمل 5، بس بعد شويه هيجي لك بيرن اوت، يعني تلاقي نفسك عيشتك مش طايقها يعني. فدي مش طريقه الواحد يعيش بيها يعني. فانت لازم تحاول
انك تحسن من نفسك. فاي حد طموحه شهاده او دراسه، وكل ما كنت اصغر كل ما كنت احسن. يعني الناس اللي انا نصحتهم ما تهدش اللي انت بنيته ده وتيجي هنا تبتدي من اول وجديد. لو ولادك كبروا في سن ثانوي او في سن جامعه، انصحك ابعت ولادك، هم هيستحملوا ان هم يبتدوا من الاول، وهياخدوا الدراسه من اولها، وهياخدوا الشهاده من اولها. فلو انت بتحب التعليم يعني، البلد هنا فيها تعليم كويس فعلا يعني. هنتكلم شويه عن التعليم في وقت اخر يعني، في له مميزات وله عيوب، وطبعا ما فيش حاجه بيرفكت يعني. لكن هم دول الناس اللي انصحهم يسافروا يعني. لو حد فعلا يعني سكته دراسه او تعليم او شهاده، سواء انت كبير سواء انت صغير، انصحك جدا جدا. ايوه تستاهل ان انت تسافر، وباذن الله لو اخدت شهاده من هنا هتجني ثمرتها يعني. لان هم دايما دايما عايزين عماله يعني، مش قصدي عماله يدويه يعني، ناس بشهادتهم، عايزين محتاجين ناس معاهم education. بس للاهالي اللي هيبعتوا اولادهم او بناتهم اللي صغيرين في السن، يعني الولاد في السن اللي هو بيوصلوا 18 19 20 سنه بيكونوا تاسسوا طبعا. لو انت شخص محافظ او مهتم بالدين وتاسيس الدين وتاسيس الاخلاق والحاجات ديت والمبادئ، الولاد في السن دوت الحمد لله بيكونوا تاسسوا. بس خلي بالك ان العيشه هنا مختلفه تماما، والشباب في السن دوت بيبقى فيه اغراءات كتيره جدا ليهم. فربنا يحفظ ولادنا يا رب كلنا. اعمل حساب النقطه ديت يعني، حتى لو ولادك جم اعمل حسابك انك تتابعهم، تيجي تزورهم، وربنا يحفظهم يا رب. بس في الاغراءات هنا في السن دوت بالذات، الحياه الجامعيه والحياه الشباب دولت في اغراءات كتير يعني. نتكلم عن اللي بقى عايز يحسن من نفسه، بس مش شرط الدراسه طموحه او كده، ان هو بس يعني تعبان في بلده يعني، بيشقى وبيتعب بيتعب بيتعب، والمقابل ضعيف جدا، وحاسس ان هو مش قادر، بيجري في ساقيه ومش قادر يسبورت عيلته يعني. طبعا انصحك تيجي، لانك هنا هتتعب وهتجتهد وهتشقى، بس في الاخر باذن الله هتلاقي قوت يومك يعني، وتقدر تعيش ولادك. في مميزات للاسره اللي معاها اطفال يعني، والحكومه بتساعد شويه، بتدي يعني تشايلد سبورت للعائلات يعني، دوت بيساعد مع الدخل شويه. ايا كانت شغلتك ايه، في فرصه كمان ان انت تزود دخلك بان انت تشتغل شغلتين. المهم في الاخر باذن الله يعني هتقدر توفر لاسرتك عيشه كريمه. كمان في ناس يعني بيبقى عليهم مسؤوليه اهلهم يعني، ربنا يبارك لي في بابا وماما يا رب يخليهم لي. في ناس عندهم التزامات تجاه اهلهم، ابوهم وامهم واخواتهم كمان. فلو انت جيت واشتغلت هنا يعني، خصوصا انا بتكلم مقارنه الدولار الكندي بالجنيه المصري، فرق العمله يفرق. فلو انت اشتغلت هنا وبعت لك يعني 200 300 دولار، دول هيبقوا مبلغ في مصر يعني. انا مش عارفه الدولار بكام بالظبط، يمكن ب 30 جنيه يعني. فاضرب في 30، ده رقم هيساعد الناس يعني. لو انت بعت مبلغ صغير زي ده ممكن يساعد ويفرق مع عيلتك اللي في مصر يعني. انا مش بتكلم عن ان الاسره تتقسم والزوج يسافر والست تبقى في مصر، لا ده موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن لو حد عنده التزامات يعني عائليه يعني، خارج اسرته اللي هي زوجته واولاده يعني. فطبعا فرق العمله هيساعدك. ولو انت جيت هنا وطموحك ان انت بس تحسن من نفسك وتعيش عيشه كريمه، هتقدر ان شاء الله. اللي بيجتهد هنا يعني شيلوا من دماغكم البوزيشنز بقى والبرستيج والحاجات ديت، الكلام ده مش موجود هنا صراحه. اي حد بيشتغل اي حاجه له احترامه في المجتمع يعني. فهتيجي هنا مهما تعبت باذن الله في اخر اليوم، حتى والعيشه غاليه حتى وكل دوت، هتقدر ان انت توفر المعيشه الكريمه لاولادك يعني. ده من وجهه نظري. ايه، هل تستحق ولا ما تستحقش؟ ومين اللي فعلا تستحق ان هو يسافر ويعمل المجهود ده كله والاجراءات دي كلها والمصاريف؟ السفر مكلف، بس تكمله الاوراق دي حاجه بند اكسبنسز، لازم في ناس تقعد تحوش سنين للكلام دوت. انا فاهمه والله. فديت من وجهه نظري، مستاهله ولا مش مستاهله، والمين ومش مستاهله لمين ومش مستاهله لمين. بس كده هسيبكم بقى، لان انا راكنه داخله اجيب شويه حاجات للبيت، لان عندي شيفت ايفنينج النهارده، عندي شغل من ببتدي على الساعه 2 كده لغايه بالليل بقى. اشكركم جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.